وعلا الذي خلق الأرض وخلق الثمر، لا. ولا تتصور أن المؤمن الموحد بالله جل وعلا لو بذر البذر في الأرض دون أن يحرث الأرض ودون أن يرعاها ودون أن يروي البذر أو الثمر، لا تتصور أنها ستعطيه الثمر لأنه مؤمن بالله. الله خلق الكون وخلق الأرض وأودع الكون الأسباب والقوانين والنواميس، وهو رب الكافر والمؤمن على السواء، يرزق الكافر ويرزق المؤمن، بل لو أخذ الكافر بالأسباب لأخذ ثمرة الأخذ بالأسباب، ولو عطل المؤمن الأسباب بقلبه وجوارحه ما أعطته الأسباب شيئا على الإطلاق. فحقيقة التوكل على الله صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. لا ينبغي أن ترفض الأسباب لا قلبا لا باطنا ولا بجوارحك يعني ولا ظاهرة. فالدنيا هينة على الله سبحانه، لا تساوي عند الله جناح ذبابة. ولما علم الفطناء والعقلاء حقيقة الدار حرثوها وزرعوها وفي الآخرة تجنى الثمار. لا تاني والله الكلمتين دول. أقول لما علم الفطناء، جعلني الله وإياكم منهم، لما علم الفطناء حقيقة الدار حرثوها وزرعوها وفي الآخرة تجنى الثمار. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الله، اللهم اجعلنا من هؤلاء. اسمع مني الكلمات دي تاني، ما أجملها وأروعها. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها أي في الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، نهرا أو بحرا جعلوها لجة ماء واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا ليعبروا بهذه السفن، بسفن الأعمال الصالحة وسط هذه الأمواج المتلاطمة من أمواج الفتن، فتن الشهوات والشبهات، ليعبروا بهذه الأعمال الصالحة إلى جنة رب الأرض والسماوات. الدنيا يا إخواني ويا أخوات الفضليات الطاهرات ليست مذمومة على الإطلاق، وهذا من التأصيل العلمي الذي أود أن أركز عليه، لأنني أخاطب جميع العقول بجميع مستوياتها وأسأل الله أن يرزقنا الفهم عنه سبحانه وتعالى. أقول الدنيا ليست مذمومة على الإطلاق، يعني ما فيش ذم للدنيا في القرآن وفي السنة لذات الدنيا إطلاقا، لا لزمانها ألا وهو الليل والنهار، ولا لمكانها ألا وهي الأرض أو ألا وهو الأرض، ولا لخيراتها وما أودع الله سبحانه وتعالى الدنيا من نعيم إطلاقا إطلاقا. الذم الوارد في القرآن والسنة للدنيا ليس إلى زمانها وهو الليل والنهار. كيف وهو القائل جل وعلا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الليل والنهار آيتان من آيات العزيز الغفار. والليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فالليل آية من آيات الحق تبارك وتعالى، وآية لهم الليل آية نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذه آيات من آيات الله تبارك وتعالى التي تستحق التفكر والتدبر.
آية أخرى من آيات الله عز وجل: وآية لهم الأرض، آية من آيات الله. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. الآيات، فالأرض من آيات الله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الجبال، الأنهار، البحار، الأشجار، الثمار، الخيرات، كلها نعم الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الأرض. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله، أمال الذم الوارد في القرآن في شأن الدنيا ما موضعه؟ تدبر معي. الذم الوارد في القرآن والسنة في حق الدنيا إنما هو منصب فقط على كل ما يرتكب في الدنيا من معصية لا ترضي الحق سبحانه وتعالى. إنما الليل آية، النهار آية، النعم آية، البحار، الأشجار، الثمار، كلها آيات للعزيز الغفار، كلها آيات كريمة تستحق منا التدبر والشكر. إنما الذم على كل معصية ترتكب في الدنيا، بدءا من الشرك بالله وهو أخطر المعاصي وأكبر المعاصي إلى أقل معصية، إلى أن تلقي حجرا على الطريق يعوق حركة الناس، أو حتى أن تلقي مخلفاتك وأنت في سيارتك الخاصة مع أهلك وأولادك في الطريق العام. لا يجوز ولا يليق. ولا شك أن المعاصي متفاوتة، فهناك كبائر وهناك صغائر، كما أننا نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى جعل في الدين أصولا وأركانا وسننا إلى غير ذلك. فكل ما يرتكب في الدنيا من معصية لله سبحانه، من معصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينصب حينئذ الذم الوارد في القرآن والسنة عليها، على المعاصي، على الذنوب. أما الدنيا في زمانها، في مكانها وهو الأرض، في خيراتها ونعمها، لا ينسحب الذم أبدا على هذا، فهذا من آيات الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه وعباده. لذلك يقول علي رضي الله عن علي وعن آل بيت الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: تدبر هذا الفهم الراقي، يا سلام. يقول علي رضي الله عنه: أنني يعني أرى بعض أحبابنا حين يتكلمون عن الدنيا يتحدثون عن الدنيا بطريقة تشعر الآخرين بالتقصير أو بالخجل، فترى الإنسان إن تكلم عن الدنيا ربما بصورة تجعل من يستمع إليه يضع رأسه هكذا وتأطئ الرأس وكأنه قد ارتكب شيئا محرما. لا، أنت في الدنيا ما عليك فقط إلا أن تجتنب ما حرم الله سبحانه واستمتع بما أحل الله عز وجل لك كيفما شئت. المهم ألا تعصي الله تبارك وتعالى، وإن عصيت وزلت قدمك لبشريتك فما عليك إلا أن تجدد الأوبة والتوبة وأنت على يقين بأنه جل وعلا سيفرح بتوبتك وهو الغني عن العالمين. اسمع لعلي رضي الله عنه، يا الله، يقول: الدنيا دار صدق لمن صدقها. الله، عبارة عالية جدا.